السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال يا ربي وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو هذا. اول حاجه كيف ما العاده غادي نبداو بها الفيديو ديالنا هي الصلاه على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كيف ما كتشاهدوا معايا في بدايه الفيديو غادي نحضر معكم الكسكسو، ماشي اي كسكسو. هذا الكسكسو هذا السميده ديالو غنحضروها باليد ديالنا في البيت. غادي نحضروه بحبوب القمح، غادي نحضروها الروسنا وغنصايبوها في البيت وغادي نحضر معكم بها الكسكسو. هذا هو الفيديو ديالي ديال نهار اليوم، يعني غادي نبدا معكم من الالف حتى الياء. وهنايا الفيديو غادي يكون واحد شويه طويل، انا غنحاول الماكسيموم انني نحط لكم غير النقاط المهمه فقط، ما غاديش نطول لكم فيه بزاف. المهم راه كله افاده. غادي نحضر لكم بهذا السميد هذه اللي غادي نوريكم الطريقه كيفاش تصايبوها في البيت. غادي نحضر بها الكسكسو وحتى المرق كيفاش يجيكم خاتر ديال الكسكسو، كيفاش الطريقه ديالي. المهم كل واحد عنده الطريقه ديالو تبارك الله. كلشي حنا المغربيات ولا العالم العربي ولا العالم باكمله كله كيعرف يطيب، ولكن تبقى كل واحد عنده الطريقه ديالو. وغادي نوريكم حتى الطريقه ديال الحساء الابيض اولا الحسوه كي كنقولوا لها حنايا. نبداو بسم الله على بركه الله. اول حاجه اللي غنحتاجوا ليها باش نحضروا هاد السميده هذه غنحتاجوا حبوب القمح العادي، القمح اللي كنطحنوه وكنعجنوه خبز. هذاك غادي نغسلوه ونكرموه، غنديو للطاحونه وغتقول ليه طحنيه ليا انا بغيتو سميده. اين فوا غادي يطحنوا لكم سميده غتجيبوه على هذا الشكل هذا كيف ما وريتكم في الفيديو. اول حاجه غادي نحتاجوها هي غناخذوا الغربال ديال السلك. غادي غنغربلوه كامل. وحنا في هاد التغربيله هادي كنجمعوا واحد النخاله الفوق. هاد النخاله هادي الغليظه، يا اول حاجه كنحيدوا هاد النخاله الغليظه. انايا هنايا ثقلت لكم شويه الفيديو هكا باش يبان لكم بوضوح كيف ما غتشاهدوا معايا. هنا انا بالنسبه لهاد الكميه هادي غير كميه قليله بالنسبه للام ديالي، انا دائما كديرو وما كنتش حاضره، يعني تمشيت لدارنا خلات واحد الكميه بسيطه باش هكا نسجل بها واحد الفيديو هكا باش تعم الفائده. كنتمنى انه يعجبكم، ولا كانوا كيعجبوكم بحال هاد الفيديوهات نبقى نسجل لكم بحال هاد النوع هادو ديال هاد الفيديوهات. مهم حنايا كنغربلو اول يعني كيف ما قلت لكم اول مرحله هي هاد المرحله. كناخذوا الغربال السلك وكنبداو بحال هكايا كنغربلو بهاد الحركات هذه دائريه حتى كتجمع لينا في الوسط ديك النخاله الغليظه. مهم نخليكم مع هاد اللقطه هذه. كنحيدوا هاد النخاله الغليظه ومن بعد غندوزو للمرحله الثانيه. دابا غندوزو للمرحله الثانيه. هنا من بعد ما غربلناه هذا هو السميده اللي هبطات لينا من الغربال، وهذه السميده اللي بقات في الغربال الفوق فاش كنا كنغربلو كنحيدوا النخاله الغليظه. هذه غتبقى على جنب. هذه كنستعملوها في صيكوك في الحسوه. ومن بعد اللي بغى يزردها كيزردها يحيد منها ديك الغبره. المهم خليكم معايا غتشوفوا المراحل كامله. صافي هنا من بعد ما غربلنا التغربيله الاولى وهبطات لينا ديك السميده لتحت. هذيك السميده اللي هبطات لينا في البانيو اللي شفتوا معايا غنعاودوا حتى هي نغربلوها في الغربال ديال النيلو، وكنحيدوا منها حتى هي ديك النخاله الرقيقه. كتطلع فيها اي ديك النخاله الرقيقه. بالنسبه لهاد النخاله هذه اللي كنحيدوا كنقرصوا بها الخبز. كيف ما لاحظتوا معايا كتكون النخاله ديالها رقيقه من بعد ما كنعاودوها في الغربال ديال النيلو. هذه هي المرحله الثانيه. بالنسبه لداك السميده الرقيقه اللي هبطات لنا من الغربال ديال السلك في البانيو كنعاودوها في الغربال ديال النيلو باش نحيدوا منها هاد الغبره هذه هانتوما غادي تشوفوها معايا. وكنحيدوا منها حتى هاد النخاله الرقيقه اللي ما كنرميوهاش. هذه راه كنستعملوها في الخبز، يعني كتقرصوا بها الخبز ديالكم. صافي حتى نتحصلوا على هاد السميده. هاد السميده هذه هي اللي كنصيبوا بها الكسكسو. بغيتو تخليوها بحال هكا كتستعملوها بحال هكا، بغيتو تزردوها كتحيدوا منها مازال الغبره وديك النخاله اللي كتكون رقيقه بزاف. غادي تبقاو معايا حتى لاخر الفيديو غادي نشوفوا الطريقه. صافي هنا ملي كنعاودوا نغربلوها كنحيدوا منها هاد الغبره هذه. صافي ودابا كتولي عندنا السميده ديال الكسكسو واجده. صافي كتبقى لنا غير ديك المرحله ديال باش نزردوها. بغيتو تزردوها زردوها، ما بغيتوش صافي كتخليوها على هذا الشكل هذا. صافي. بالنسبه لديك الغبره حتى هي كتقدروا تزيدوها في الخبز، تقدروا تحمروها وديروها في السلو، يعني ديك الغبره اللي كتبقى لينا من السميد. صافي هنايا من بعد ما غربلناه صافي كيولي على هذا الشكل هذا.
دابا غندوزو للمرحله الاخرى. صافي هنايا غندوزو للمرحله ديال التزراد على هذا الشكل هذا. صافي كناخذوا السميده ديالنا لا الرقيقه ولا الغليظه، يعني لا اللي كنستعملوا الكسكسو ولا اللي غنستعملوا مثلا في سيكوك اولا في الحسوه. كنديروا لها هذا الشكل هذا بحال هكا، كنزردوها على هذا الشكل هذا، كتحيد منها هاد النخاله الرقيقه بزاف. صافي وكنستعملوها هنا. السميده ديالنا كتولي بيضه، يعني اللون ديالها كيتفتح. بغيتو تخليو فيها هاد النخاله ما كتشكل لكم حتى شي مشكل، يعني تقدروا تخدموا بها بهاد النخاله هذه اللي كتبقى. صافي الطريقه ديالها سهله صراحه، يعني فيها جوج مرحلات. المرحله الاولى كدوزوها في الغربال ديال السلك، صافي، والمرحله الثانيه كدوزو في الغربال ديال النيلو. اللي كدوزوها في الغربال ديال السلك داكشي اللي كيبقى لينا السميده الغليظه كنخدموا بها كما قلت لكم السيكو، كنخدموا بها الحسوه. وصافي داكشي اللي هبط لينا من الغربال ديال السلك اللي هو النخاله الرقيقه، صافي كنستعملوها الكسكسو. بغيتو تزردوها كتزردوها، ما بغيتوش صافي. هنا بالنسبه للسميده اللي خرجت لينا غليظه الاولى اللي بقات لينا في الغربال ديال السلك من الفوق، صافي كنستعملوها حسوه. غنخليكم مع هذا الفيديو هذا، يعني كلشي كيعرف الطريقه ديال الحسوه، هي بغيت نشاركها معكم باش تشوفوا النتيجه ديالها. صراحه كتجي لذيذه هاد السميده هذه ديال القمح، صراحه كتجي رائعه وكتجي لذيذه. صافي غنخليكم مع الفيديو. وهنا بالنسبه لهذه الطريقه ديال الحسوه ديالي انا كندير فيها الزعتر. بالنسبه للزعتر كنكب عليه الماء طايب وكنخليه حتى كيبرد ليا. بين ما طابت ليا ديك الحسوه ديالي كنصفيه وكنزيدوا ليها. صافي كنزيدوا ليها ملي كتقرب بحال هكا طيب، باش كتعطينا ديك النسمه ديالو، ما كيبقاوش دوك الطريفات ديال الزعتر هكا. راه كتعرفوا الوليدات ما يبغوش بحال دوك الطريفات ديال الزعتر. صافي وهنا كندورها انا بالحليب غبره، يعني الحليب نيدو صراحه كيجي رائع في هاد الانواع هادو ديال الحساء اللي كيكون بالحليب. يعني كلهم كنديرهم بنيدو، كيجي فيهم واحد المذاق رائع. مهم جربوا هاد الطريقه هادي. بالنسبه اللي ما كيعرفهاش يعني غتجربوا هاد الطريقه هادي غتعجبكم، انا اكيده انكم تدوروا الحساء ديالكم اولا جميع انواع هاد الحساء، مثلا ديال المحمصه، الروز، الحسوه ديال السميده ديال الشعير، كلهم كندير فيهم الحليب نيدو كيجي رائع. صافي هذا هو الحساء ديالنا. وبالنسبه للزعتر كاين اللي كيطحنوا، يعني كطحنيه غبره، تقدري تضيفيه هكذاك ديك الساعه، يعني ما كيجيش هكاك طريفات باين. راك تعرفوا الوليدات الصغار ما كيبغيوش داك الطريفات هكا يتناولوهم. صافي وهذه هي الحساء ديالنا وبالصحه والراحه. ودابا غندوزو للوصفه المهمه واللي هو الكسكسو. هنا بالنسبه للكسكسو انا استعملت هنايا اللحم ديال الغنمي. المهم هذا الفيديو هذا انا مسجلاه شحال هادي، مهم ما علينا. بالنسبه للطريقه ديالي باش كنطيب انا الغنمي، كنسلقو شويه هكا، ماشي كنسلقو مده طويله، يعني كنطلع فيه الغليه مع ورقات سيدنا موسى وشويه ديال الملحه هكا باش كيتغسل. ولا بانت لينا فيه هكا شي طريفات الشحمه بالنسبه لي ما كيبغيش كنحيدهم. مهم هذه هي الطريقه ديالي، وتقدروا يعني كل واحد كيدير الطريقه ديالو. مهم انا قلت نشاركها معكم. بالنسبه لنا اللحم ديال العيد الكبير بالاخص كندير ليها الطريقه هذه عاد كنطيبو. مهم هنايا كناخذوا اللحم ديالنا كنقطع عليه هكا واحد البصيله الزيت ديالي تقريبا راكم عارفه القياس ديال الكسكسو. مهم راه كتشوفوا في الفيديو. صافي كنقلي ديك البصيله مع الزويته مع شويه الملحه واللحم. من بعد ما كتقلى ليا وكتهبط ليا هذيك البصله كنزيد المطيشه، تقريبا هنا زدت واحد 2 مطيشات يعني متوسطين محكوكين. صافي وكنزيد العطريه ديالي. بالنسبه للعطريه معروفه هي الملحه، السكينجبير، الخرقوم والابزار. صافي كدير نقليو العطريه ديالنا، زيدوا هكا واحد شويه الماء هكا باش ديك العطريه ما تحرقش ليكم وتقلى معاكم ديك البصيله ومطيشه. هو السر ديال الكسكسو باش يجي ديك المريقه ديالو خاتره ومعيلكه وزوينه. قليوه مزيان، ديك البصيله وديك المطيشه خصها تذوب، خصها تقلى مزيان في ديك العطريه.
صافي هنايا كنضيف الحمص الكافي بالنسبه اللي كيبغي الحمص. المهم انا كنشارك معكم الطريقه ديالي. بما انني صايبت هاد السميده هادي كنت نشارك معكم الكسكسو. هنا بالنسبه للخضر اللي كندير هنا، انا ما طيبتش في البرمه والكسكاس، انا كنطيب في الكوكوت اولا في طنجره الضغط. هنايا كندير اللفت اللي كياخذ طياب، وكندير خيزو والملفوف. هذا بالنسبه للملفوف عندي هاد الصغيورين هادي، تقدروا تستعملوا الكبير. صافي وكندير الماء مغلي. ديما في الكسكسو ديروا الماء مغلي، ما ديروش الماء بارد. صافي وكنسدو على الطنجره ديالنا، كندوزو السميده. بالنسبه للسميده هذه هي السميده الرقيقه، يعني هاد الوصفه هذه ديال هاد السميده اللي كتحضروا في البيت كتعطيكم جوج الانواع ديال السميده الغليظه والسميده الرقيقه. الرقيقه ديالو هي اللي كتجي كسكسو، والغليظه هي اللي كنديروها في الحسوه كما قلت لكم، كنديروها في صيكوك. مهم هنا خديت السميده ديالي، درت فيها واحد شويه ديال الزيت، تقريبا واحد المعلقه ديال الزيت بحال بسبسته شويه وشويه الملحه. صافي ودابا غنبدا نكسكسها. بالنسبه للطريقه ديال التكسكيس حتى هي طريقه سهله بالنسبه خصوصا للمبتدئات. هكا بصبيعاتنا كنبقاو ندورو هكا في ديك السميده ديالنا كي كنقولوا في الاول كنقولوا كنكسكسو، يعني التكسكيسه الاولى، حيت ماشي كلشي كيعرف يعني يكسكس ديك التكسكيسه ديال زمان ديال والدينا. هاد الطريقه هذه راه ساهله بزاف وكيتكسكس معاكم وكيجي داك الكسكسو يا سلام. مهم هذه هي المرحله الاولى. صافي كنديروا في الكسكاس هنا يفور من بعد ما كتطلع ليا الغليه في الطنجره ديالي، حتى كتدخل هذيك الخضيره يدخل هذاك شويه ديال الطياب، وعاد كنديروا يفور. صافي هنا من بعد ما حيدته كنسقيه بالماء. هنا انا تقريبا كنديروا نص كيلو هكاك ديال السميده. صافي كنسقيها في الاول، هذه التفويره الاولى، كنخليها ثاني حتى تبرد واحد شويه، وكنعاودوا نرجعوها للكسكاس للمرحله الثانيه. كيف ما كتلاحظوا معايا السميده كيفاش كتجي ساهله، يعني تقريبا راه الطريقه ديالها راه نفس الطريقه ديال السميده العاديه اللي كنشريوها. صافي هنا من بعد ما بردات هذه التفويره الاولى كيفاش كتجي، كنرجعوها للكسكاس وكنديروها تفور المره الثانيه. صافي هنايا من بعد ما غادي تفور ليا غادي نحل على طنجره ديال الضغط ديالي. كيف ما كتلاحظوا المرق كيفاش كيجي. صافي وهنا غنضيف الخضيره ديالي اللي باقيه. هنا كندير واحد القبيطه ديال القزبر المعدنوس. انا كندير هاد الفليفله هذه كتعطيني المذاق، ما كنقدرش ندير الفلفله الاخرى، كنخاف هاد الطرطق ليا. وكنديروا الانواع ديال القرعه اللي عندكم، شويه الملحه شويه الابزار من الفوق، ولا بالكم المرق قليل كنزيدوا الماء مغلي، دائما الماء مغلي. وبالنسبه للفليفله الا بغيتوا ديروا الفلفله حاره كتاخذوا شويه من هذا المرق كديروه في واحد الكاسرونه وكديروا الفليفله ديالكم كتخليوها تطيب. صافي وكتقدموها مع الكسكسو. صافي هنا هذه التفويره الثانيه من بعد ما فارت حتى هي كنكبوا عليها الماء بارد عادي. صافي راه كلشي كيعرف الكسكسو، يعني انا هذا الشرح هذا اللي كنشرحه غير الناس اللي البنات اللي باقي مبتدئات، يعني اللي عمرها دارت الكسكسو اولا اللي ما كيصدقش ليها. هادشي علاش كنشرح معكم، اما كلشي تبارك الله كلشي كيعرف الكسكسو. صافي هنايا كنزيد شويه ديال السمن، هذه في التشويره الثانيه من بعد ما سقيناها. كنزيد انا شويه ديال السمن مع شويه ديال الزيت، ما كنكثرش الزيت. راكي لاحظتوا راه ما درتش حتى معلقه كبيره كامله، يعني كنحاول ندير السمن حتى هذاك المذاق ديال السميده كتجي من السما بداك السمن كتجي رائعه. صافي هذه التفويره الثانيه كيف ما لاحظتوا معايا. بالنسبه لطنجره الضغط راه سديت عليها، دابا راه يعني كطيب ديك القرعه ديالنا حتى هي كيدخلها الطياب. عاد كندير التفويره الثالثه، يعني كنديرها في الكسكاس وكنحطها فوق الطنجره ديال الضغط. صافي حتى كيفور لينا وكنحلو على المريقه ديالنا ديال الكسكسو كتجي على هذا الشكل هذا كيف ما لاحظتوا. هنايا لا بان لكم المرق كتير، دائما خدموا بديك الطريقه ديال عينكم ميزانكم. الا بان لكم المرق كتير خليوه بحال هكا فوق النار يغلي حتى يعني نقص الكميه ديالو هكا باش كتجي ديك التسقيه كتجي حدو في قدو، كتجي بنينه، كتجي معيلكه كيف ما لاحظتوا معايا. يعني ما كنخليش انا المرق بزاف ويبقى شايط ليا يعني ما كتجيش زوينه. هنا كما لاحظتوا المرق ديالي كيفاش كيجي رائع صراحه. صافي وهنا غادي ندوزو للمرحله النهائيه
واللي هي المرحله ديال التسقيه. كيف ما لاحظتوا معايا السميده كيفاش كتجي رائعه صراحه. انا من نهار دقتها صافي من تما وانا كنستعملها غير هي. صافي هنا غادي نسقي المرق ديالي، نسقي عفوا الكسكسو ديالي. صافي كيجي على هذا الشكل هذا. كنتمنى الفيديو ديالي ديال نهار اليوم يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. ولا عجبكم بحال هاد النوع د الفيديوهات كيف ما قلت لكم خليوا لي في التعاليق. مره هكا نحط لكم وصفات اللي تقليديه 100% اللي كانوا كيديروها جدودنا ماشي تا والدينا، والدينا تعلموها من عند والديهم. نبقى نشاركها معكم. وهذا هو الفيديو ديال نهار اليوم. كنتمنى كيف ما قلت لكم يكون عجبكم، وما تبخلوش عليا بالضغط على زر الاعجاب اللي عجبها الفيديو، وبارطاجيوه ما امكن مع الاحباب والاصدقاء ديالكم. قبل ما نسد معكم هذا الفيديو هذا، واحد الحاجه مهمه ما هضرتش لكم عليها في هذا الفيديو كامل، اللي هي الطريقه ديال الاحتفاظ. هنا بالنسبه للحبوب ديال القمح ديالكم اللي كديوها للطاحونه وكيطحنها لكم، راه في هذيك الطريقه ديال الطحين كيزيدوا الماء، كيرشوا داك السميد بالماء. هنايا الا ما عرفتوش لطريقه الاحتفاظ كيخسر لكم هذا السميد. هذه واحد النقطه مهمه اللي نبهتني عليها باش نقولها لكم. هنا ملي كنصايبوا هذه المرحله كامله وكنصايبوا السميد ديالنا وكنعزلوا هذه ديال الكسكسو هذه ديال الحسوه، هنا في هذه المرحله هذه ضروري كما قلت لكم ضروري اننا نشمشوه. كنعاودوا نكرموا داك السميده هكا. الا بغينا نحتفظوا بها بلا مجمد ضروري نعاودوا نكرموها حيت كتكون فازقه. والا احتفظتوا بها كيف ما قلت لكم غادي تفسد لكم وغادي تخسر وغادي تلاح كامله. واللهم يا اما نكرموها نعاودوا نكرموها في الشمس، ولا الطريقه اللي هي سهله كنحتفظوا بها في المجمد ديالنا، ووقت ما بغينا كنجبدوا من المجمد وكتستعمليها. المهم هذه واحد النقطه اللي هي مهمه كيف ما قلت لكم. ولأول مره كتشوف القناه ديالي ضغط على زر الاشتراك وتفعل الجرس هكا باش يوصلكم اي فيديو غادي نحطو جديد. وبسلامه عليكم.